هقول لك على اخطر 3 ثغرات الاي اي بيسيبهم في الكود بتاعك وانت بتبني الابلكيشن سواء ويب او موبايل ابلكيشن. بعد ما عملنا الويب ابلكيشن باستخدام الاي اي وخلصنا كل حاجه وعملنا ديبلوي والويب سايت بدا يدخل عليه عملاء، مهم جدا انك تقول للاي اي انه ينفذ لك ال3 حاجات دول، لان دول بيبقوا حمايه او سكيورتي للويب سايت بتاعك، عشان ما تصحاش الصبح تلاقي الويب سايت بتاعك جاله اتاك من هاكر جابه الارض. اول ثغره وهي الاكس اس اس، الكروس سايد سكريبتنج. وهنا لو ما قلتش للاي اي في البرومبت بتاعك انه يعمل لك انبوت سانيتايزيشن، فهيعمل لك تكست فيلد او انبوت شكله حلو وعادي جدا، وهنا انت عرضه لاي هاكر يقدر يحقن كود خبيث، والكود اللي هيحقنه ده هيشتغل عند اي مستخدم غلبان يستخدم الويب سايت بتاعك، ويقدر كده يسرق الكوكيز والسيشنز وكل الباسوردز بتاعت العميل. وتاني ثغره هي غياب الريت ليميت، وده معناه ان السيرفر بتاعك بيبقى مفتوح لاي عدد من الريكوستات من غير اي ليميت، وهنا يقدر اي هاكر يستغل الثغره دي في ان هو يقدر يبعت لك 10,000 من الريكوست في الدقيقه، وهنا السيرفر بتاعك بيبقى داون خلاص. فالاي اي هنا لو ما قلتلوش انه ينفذ حمايه الريت ليميتنج فهو مش هيعمل ده بنفسه، مهم جدا انك تقول له في البرومبت نفذ لي حمايه الريت ليميتنج. ثالث ثغره وهي الهارد كودد اي بي اي كيز. ساعات الاي اي بيستسهل وبيحط لك الاي بي اي كيز بتاعتك بشكل علني وصريح جوه الكود، بدل ما ان هو يحطها لك في دوت انف او فايلات متداريه. وطبعا زي ما قلنا الاي اي يقدر يعمل لك ويب سايت احترافي جدا، بس مهم جدا انك تقول له على ايه الحاجات المهمه زي الثغرات اللي قلت لك عليها دي في البرومبت بتاعك. فلو عندك مشروع كبير او ويب سايت خاص بيك وحابب ان انت تهتم جدا بالسكيورتي، ابعت لي في الكومنت برومبت وهبعت لك كل التفاصيل اللي تقدر تقولها في البرومبت بتاعك علشان تعالج كل الثغرات وتقفل الباب ده خالص. ولو حابب تحجز معايا استشاره نبدا نكريت فيها الويب سايت بتاعك خطوه بخطوه باستخدام الاي اي، او ان انت تعرف ازاي تكتب البرومبت المظبوط، ابعت لي في الدايركت مسج. I learned code academy، طريقك للانطلاق.